اهلا بيكم فيديو جديد. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم فيديو مختلف تماما، فيديو شكر من القلب ليكم كلكم. واخيرا وصلنا ل 1000 مشترك على القناه، وان شاء الله نوصل لاكتر من كده، عقبال ال 100000. ونخش في الموضوع على طول. ابل اطلقت اي او اس 18.4 التحديث التجريبي الرابع. التحديث ده مفيهوش اضافات كتيره، بس تعال نشوف مشتمل اضافات اي او اس 18.4 في اكتر من 20 ميزه ولا 30 ميزه تقريبا متضافه في التحديث ده. يلا بنخش في الموضوع على طول، يلا بينا. طيب، اول حاجه اي او اس 18.4 بيتا 4 التحديث التجريبي الرابع ده. هو ما ضافش اي مزايا، هو شال ميزه. لو كنا فاكرين، لو دخلنا كده على الاعدادات ودخلنا على تسهيلات الاستخدام ونزلنا تحت عند اللمس ودخلنا على الضغط من الخلف اللي هو بكتاب، كان فيه هنا اختيار اللي هو بتاع البانر زي ما هو موضح لكم في الشاشة كده. ده كان بيظهر لك اما تخبط الموبايل 3 خبطات او خبطتين، بيحدد لك انت خبطت كام خبطة عشان يعرفك انت اديته امر بضغطتين او 3. الموضوع ده اتشال، مش عارف ليه. هل ابل هترجعه تاني ولا لا؟ ما نعرفش، بس هي كانت ميزه كويسه، بس ما اعرفش ليه ابل شالتها دلوقتي. بس ممكن يكون هترجع تاني خلال التحديث الرسمي. من ضمن الاصلاحات اللي اتصلحت وهو الاشارات كان في مشاكل في الاشارات. كنترول سنتر لما تيجي تسحب الاشارات كان بيحصل مشاكل، وكمان لما تيجي تفتح ملخص الاشارات او الاشارات اللي هي جوه التطبيق كان معظم الاشارات مش ظاهره في بعض التطبيقات، فدي كانت مشكله بتواجه المستخدمين، فابل حلتها في التحديث ده. وكمان الاشارات بقت اكتر سلاسه عن الاول. بالنسبة للأداء، الأداء مستقر حد ما، بس هو مش أفضل حاجة برضو، بس هو مستقر عن الأول وأحسن بكتير طبعا. وكمان جه تحديث للمودم. لو دخلنا كده على الإعدادات ودخلنا على جنرال وعام ونزلنا تحت، هتلاقي المودم بتاع الاتصالات عشان يحل مشاكل الواي فاي كولينج اللي كانت بتواجه الناس، وكمان مشاكل في شبكة الاتصال بتاعة الواي فاي والكلام ده كله، والفور جي والفايف جي، كل ده بيحلوا تحديث المودم. فبالنسبة لكده هو ده اللي جه في التحديث ده، النسخة التجريبية الرابعة. بس تعال بقى نشوف التحديث بتاع اي او اس 18.4 عمل ايه لغايه دلوقتي. يعني خلال نعتبر ان التحديث الرسمي خلاص نازل، فتعال نشوف المميزات المخفيه في التحديث ده وايه اللي نزل وايه المميزات اللي نزلت في التحديث ده اصلا. لو دخلنا على تطبيق الصور ودخلنا على الصور اللي هي المحذوفات، يعني دخلنا كده، لو جينا عملنا هتلاقي فيه خيار جديد اسمه ريكفر اول او استعاده الكل. اتضاف هنا، عكس في الاول كنت لازم تعمل سيلكت اول وتدوس هنا وتلاقي هنا بيقول لك استعاده ولا تمسح الكل. فهنا على طول ملخص لك ان انت لو عايز تستعيد كل الملفات دي على طول بضغط الزر هنا ويعمل لك ريكفري او استعاده لكل الصور اللي عندك في تطبيق الصور. وكمان في تطبيق الصور لو دخلنا كده على الاعدادات ودخلنا على تطبيق الصور نفسه من جوه الاعدادات، نزلنا تحت خالص ودخلنا على التطبيقات وكتبنا الصور، هتلاقي هنا في خيار جديد اللي هو ظهور او رؤية اخر حاجة شفتها في تطبيق الصور، اخر فيديو او اخر صورة. تقدر تلغي الخيار ده ومش هيظهر في تطبيق الصور الفولدر اللي هو او البوم الخاص بان انت شفت اخر صورة او اخر فيديو في مكتبة الصور وانت بتتصفح في الصور كلها. كمان شبكة الواي فاي بقى فيها ميزة جميلة قوي. لو انت عندك شبكة الواي فاي هنا شرطتين، هتلاقيها هنا كمان بقت شرطتين زي ما انت شايف، مش 3 شرط او الايموجي بتاعه ثابت، لا هو بيتفاعل مع شبكه الواي فاي نفسها. هنا شرطتين يبقى هنا شرطتين، نفس الكلام في الداتا. تمام. كمان سلاسه الكنترول سنتر نفسه بقى اكتر من الاول، يعني بقى افضل من الاول. مثلا زي ما انت شايف كده، كنت لما تيجي تحرك حاجه تلاقي كل حاجه اتلخبطت، انما زي ما انت شايف كده كل حاجه ثابته زي ما انت شايف. ولو رجعت الحاجه مفيش الاعدادات اللي انت عملتها مش هتتلخبط زي الاول وتعيد ترتيبها من اول وجديد. بقى يعني النظام مستقر الى حد ما، وبقى فاهم التحكم وبقى سلس اكتر من الاول. كمان من الاضافات اللي اتضافت في الكنترول سنتر، لو دوسنا اد كنترول او اضافه اداه، تلاقي في اعدادات جديده زي الاصوات اللي قدامك دي. لو ضفنا اي صوت زي ما انت شايف، مجموعه الاصوات دي بتستخدمها على حسب الروتين بتاعك او المود اللي انت فيه، وقت النوم او وقت الصبح والكلام ده كله. فانت بتشغل الموسيقى اللي تعجبك فيهم. زي ما انت شايف كده الموسيقى بتشتغل، بس يعني الموسيقى دي ملهاش تطبيق معين. يعني لو جينا كده نشوف هتلاقيها شغاله في تطبيق زي ده، بس لو جيت تبحث عن التطبيق ده جوه الايفون نفسه مش هتلاقيه، هو فقط شغال عن طريق الكنترول سنتر. تمام. كمان من الاضافات اللي جوه الكنترول سنتر، لو انت
مستخدم ايفون 15 برو او البرو ماكس، هتلاقي حاجه اسمها توك سيري وتايب سيري وحاجه جديده اسمها الفيجوال انتليجنت اللي هو الذكاء البصري. لو ضفناه كده، الذكاء البصري ده باختصار ان هو اللي كان متضاف حصريا على سلسله الايفون 16 كلها، بقى متضاف كمان في سلسله الايفون 15، خاصه الايفون 15 برو والبرو ماكس فقط. الميزه دي فايدتها ايه؟ الميزه دي لما بتيجي تشغلها ممكن تضيفها كمان في الاكشن بوتون، ممكن تشغلها عن طريق الكنترول سنتر على طول. بتجيب اي حاجه زي الجراب ده مثلا ويبحث لك عنه تصوره، هيجيب لك عن طريق مثلا الشات جي بي تي تساله، او تبحث عن جوجل عن الصوره دي ويشوف لك المواصفات بتاعتها وايه اقرب حاجه ليها، او يجيب لك نفس النسخه دي ويشوف لك اسعارها، او حيوانات او نباتات او منيو، حتى مطعم بتصور مطعم يجيب لك المنيو بتاعه والكلام ده كله. حلو، تمام تمام. ازاي تفعلها عن طريق الاكشن بوتون؟ بتخش هنا لو انت مستخدم ايفون 15 برو والبرو ماكس، بتخش على الاعدادات وتخش على الاكشن بوتون، هتلاقيها هنا. تخش على الاعدادات دي وتختار الفيجوال انتليجنت او الذكاء البصري وتختاره، وبكده مبروك اتفعل عندك. كمان تطبيق الباسورد حصل عليه تعديل، زي ما انت شايف قدامك كده في اكواد بتترسل للايميل ده، فهو بيعمل لك مهلة انتظار. كان في الاول بيعدلك ثواني رقمية على الشاشة، يعني 26 24 23 وهكذا. دلوقتي بقت دايرة بتقل، اما بتقفل الدايرة دي الكود بيتغير تلقائيا، حسنوا من شكلها الطف بكتير. تمام تمام. كمان في تطبيق الهاتف، لو دخلت على تطبيق الهاتف، لو انت موبايلك بخطين هتلاقيه ظاهر لك هنا، تقدر تستعمل السم الاول او التاني، شريحة اولى او شريحة تانية، عشان تعمل الاتصال بتاعك عن طريق مثلا الشريحة الاولى او الشريحة التانية. كمان سفاري تقدر تشوف اعدادات جديدة ليه لو دخلنا على الخيار ده ودوسنا على الثلاث نقط هنا وشوفنا الامان بتاع الموقع ده، هيجيب لي ان الموقع ده امن وعامل لك عليه صح، وان الموقع ده امن وعادي ما فيهوش اي مشكله او في فيروس او اختراق او الكلام ده كله. الموقع زي الفل. سيري كمان بقت اذكى من الاول. لو دخلت مثلا على سفاري وكلمت سيري هتلاقي بتجيب لك اقتراحات على حسب التطبيق اللي انت فيه. يعني مثلا لو على سفاري هيجيب لك اقتراحات عن المواقع اكتر على حسب انت بتدور على ايه. لو على الفيسبوك هتلاقيه بيقترح لك حاجات متعلقه بالفيسبوك، ولو على تويتر او اكس نفس الكلام. تمام تمام. كمان تطبيق ايمج بلاي جراوند اللي هو متوفر لايفون 15 برو برو ماكس وانت طالع، بقى يعني اضاف فيه ميزه جديده وهو السكتش. كان في الاول الرسمتين دول تقدر تعمل بيهم اي رسمه عن طريق اي شخص بتضيفه او اي حاجه، دلوقتي ضاف الرسمه الجديده دي ان انت بتقدر تختار اي حاجه زي كده ويرسمها لك برسوميات واقعيه شويه، زي اكنه بيرسم بالقلم والورقه. يعني مثلا لو اخترنا كده، اخترنا سكتش، لو الرسمه دي هتكون تحس ان هي 2D، لو كده هتحس ان هي 3D شويه ثلاثيه الابعاد، لو كده هتحس ان هي مرسومه بالقلم والورقه برسمه احترافيه شويه. فمديك 3 صيغ، انت بتختار الصيغه المناسبه وبترسم مثلا شكلك او صوره اي حد من صاحبك وكده، بتضيفه هنا فهو بيرسمها لك عادي جدا، وبيديك شويه نماذج كمان كتيره، واحنا شرحنا الكلام ده كله اول ما نزل التطبيق ده. كمان الجينيموجي اتضاف في الكيبورد نفسه، فمثلا لو جينا على الواتساب مثلا وعملنا كده واخترنا الجينيموجي، هتقدر تكتب اي حاجه، ومثلا اي ايموجي انت محتاجه، مثلا بيتكلم عن الجوع هانجري مثلا، دوسنا دان، هجيب لك ايموجيهات متعلقه بان شخص جعان مثلا زي كده، بيولد لك ايموجيهات كتيره تقدر دلوقتي ترسلها عادي في الواتساب. يعني في الاول كان متعلق بس الامر على الاي مسج، دلوقتي بقى متاح ان انت ترسله في الواتساب عادي جدا وفي اي تطبيق عموما. برضو ميزه جميله قوي في الكاميرا او مؤشر الميكروفون، بقى دلوقتي شكله اتغير عن الاول خالص. مثلا شايف كده مؤشر الكاميرا، مش عارف اوضحها لكم ولا لا، مثلا لو عملناها باللايت مود هتلاقيه عليه دايره سودا وجواها دايره برتقاني، اتعدل من شكل مؤشر الكاميرا سواء في الاتصال او في الميكروفون نفسه. برضه زر تقديم، لو داخل على سفاري بتتفرج على فيلم مثلا او اي مقطع فيديو جوه سفاري، زر تقديم الفيديو او استرجاع الفيديو، بص كده هتلاقي في انيميشن جديد بيتفاعل مع ان انت بترجع الفيديو 10 ثواني او بتقدمه 10 ثواني. برضو جه تغييرات في تطبيق المابس والترجمه، ان انت تخليهم مش تطبيقات افتراضيه، ممكن تحمل جوجل ترانسليت او ترجمه جوجل مثلا وتخليه التطبيق الرسمي للايفون، بدل تطبيق الترانسليت بتاع ابل نفسه، الترجمه بتاع ابل. تمام تمام. نفس الكلام لتطبيق الخرائط، بس بيدعم دلوقتي في الدول معينه مش في كل الدول.
كمان اتضاف ويدجت للبودكاست، تطبيق البودكاست نفسه. لو جينا مثلا ضفنا ويدجت، دوسنا ضغطة مطولة، دوسنا edit واد ويدجت، وكتبنا تطبيق البودكاست نفسه، هتلاقي ضاف لك كمية وجهات جديدة كده تقدر تضيفها للبودكاست لو انت بتستعمل تطبيق البودكاست. تمام. كمان تطبيق الاخبار جه عليه اضافه ان انت ظهر فيه الريلز، بس ده في تطبيق نيوز بلس لو انت مشترك في خدمه البلس بتاع الاخبار. وكمان في حاجه جديده، لو دخلنا كده على نيوز بلس، لو دخلنا كده على الطعام، هتلاقي بيقدم لك وصفات زي ما انت شايف كده عن الطعام. لو كمية وصفات كتيرة جدا عن جميع المؤكلات تقريبا، بس لازم تكون مشترك في خدمة البلس عشان تظهر لك التفاصيل عن الخدمة دي. تمام. مش بس كده، وكمان اتضاف اشعارات ذات الاولويه. الميزه دي جت في التحديث ده. لو دخلنا كده على الاعدادات، وكمان دخلنا على الاعدادات او النوتيفيكيشن، ودخلنا على حاجه اسمها اولويه الاشعارات، هتلاقي ظهر لك بالواجهه دي، هتلاقي الاشعارات، اولويه الاشعارات ظاهره لك بالواجهه دي بالابل انتليجنت، اضاءه ابل انتليجنت. وكمان بتقدر تضيف التطبيقات اللي انت محتاج يبقى ليها اولويه للاشعارات، او تلغي تطبيقات معينه. تمام. كمان اضافوا ايموجي جديد في التحديث ده غير ان اضافوا تطبيق اسمه الابل فيجن برو، اللي هو نظارة ابل. التطبيق ده نفس فكرة تطبيق الساعة بتاع الابل واتش، اللي انت بتربط الساعة بالايفون. نفس الكلام، نظارة ابل بتقدر تربطها بالايفون لو انت عندك نظارة ابل. تمام. الحاجة اللي قبل الأخيرة إن الشورت كات، تطبيق الشورت كات بقى أذكى من الأول بكتير. يعني لو جيت تضيف اختصار جديد مثلا لأي تطبيق، مثلا سفاري أو أي تطبيق موجود، هتلاقيه فيه كمية اختصارات كتيرة جدا بتقدر تأدي لك مهام ذكية عن الأول. فتطبيق الشورت كات اتحسن أكتر من الأول. آخر حاجة نختم بيها الفيديو، الاب ستور. تطبيق الاب ستور جه عليه اضافه مميزه جدا، ان انت لو جيت تحمل اي تطبيق من ده او تحدث اي تطبيق، تقدر توقف توقيف مؤقتا. مثلا لو جينا عملنا كده دوسنا انستول، تقدر توقف التحديث او التنزيل مؤقتا، وتقدر ترجع تستكمله تاني سواء من الخارج او تخش على الاب ستور نفسه وتعمل ريساين. تمام. وبس كده، دي مميزات اي او اس 18.4 ككل من ساعه ما نزل الاصدار الاول لغايه الاصدار الاخير، بمميزات الذكاء الاصطناعي الجديده بكل حاجه. شكرا ليكم واحد، من غيركم ما كنتش هوصل للمرحله دي. ولو لسه مش مشترك في القناه، هو ده الوقت المناسب ان انت تنضم لعيلتنا وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.